الاهلي مسك المصري خلاه عامل زي القماشه الدايبه. مش دي فرقه متكلفه 200 300 ولا 400 مليون زي ما كامل ابو علي صارف على المصري. كل فرق الدوري هيجرى لها زي المصري بالظبط، هتبان انها فرقه مهلله والاهلي هيكسر لها وشها. الفريق الوحيد اللي هيقدر يجاري الاهلي كوره هو بيراميدز بس في مصر. انما انا مستغرب من النتيجه، اقسم بالله ما مستغرب ومعروف يا عم. انا بقول لك كل فرق الدوري هتبان بالمنظر ده، هتدافع، هتقفل، هتلعب دفاع منطقه، هتحط ال 11 قدام الجون، هتجيب عربيه نقل توقفها جون عشان ما يجيش جوان. كل فرق الدوري يحصل لها زي اللي حصل للمصري، في فوارق في الامكانيات. الفريق الوحيد اللي هيقدر يجاري الاهلي زي ما قلت لك هو بيراميدز بس، لان الكوره امكانيات. سيبك بقى من يقول لك انا اصل انا درست كوره. درست كوره يعني ايه؟ درست بتكتب في الورقه ازاي العب برجلي اليمين ولا اباصي بوش رجلي. الكوره يا جماعه في الراس. سيبك من كل الذروات الكدابه. النتيجه تخد لا ما تخدش، كله عارف كده. كل فرق الدوري هتاخد نفس النتيجه دي. اللي هيعمل مع الاهلي يعني ماتش عالمي هيخسر 2، اللي هو زي ما قلت لك هيدافع. اركن بقى الماتش بقى. اصلا الروتيشن اللي كولر بيعمله ان قاعد مروان عطيه وكل ماتش هتلاقي 3 بيلعبوا شكل، هيشكل ما بين امام وديانج وكوكا، مروان وديانج وكوكا، مره هتلاقي امام وكوكا وديانج. فالموضوع في الاهلي الراجل معاه امكانيات وبيعرف يدور الفرقه كلها صح. اركن بقى كل الماتش بجوانه باسيستاته، كل الكلام ده على عيني وعلى راسي. رضا سليم هيبقى اهم لاعب في الاهلي وفي الدوري المصري وفي افريقيا. ازاي؟ هقولك. اللعيب شخصيه، الشخصيه دي بتبان ازاي؟ انا ما باخدش بحاجه اسمها انسجام واصل لسه الجو غير الجو. يا جماعه يا الكوره في اوروبا زي الكوره في افريقيا، زي الكوره في الصين، زي الكوره في في تايلاند. الكوره مدوره، ما بتلاقيهاش مربعه في مكان ومثلثه في مكان. رضا سليم اما لعيب يبان في اسم زي اسم الاهلي واللعيبه دي بالشخصيه دي تعرف انه لعيب كبير. ايه العكس؟ يعني ايه الاختلاف ما بين موديست وما بين رضا سليم؟ ان ده راجل مش هينجح مع الاهلي. بان اللي يروح انفراد بالطريقه دي وما يحطهاش. ما تقوليش اصل اول ماتش ونستنى عليه. طب ما انت ما استنيتش على رضا سليم ليه؟ رضا سليم اول ما جه بان انه لعيب كبير قوي بيعرف يمسك كوره وبيرقص. يا عم اللعيب كوره شخصيه، لعيب الكوره شخصيه. رضا سليم النهارده جات له 7 8 كور، حط واحده جون والسبعه او السته اللي جوله بيدقلج لعيبه المصري على وشهم، خايفين اصلا اقسم بالله يدخلوا عليه. في لعيبه النهارده بتهرب كل شويه. كريم العراقي اللي المفروض هو ملتزم بيه اصلا بيبعد عنده وبيصدر له باهر المحمدي. بدا ان امام ورضا سليم يروحوا الناحيه دي او يكملوا في الناحيه دي، اما باهر بقى عنده انذار وكريم طبعا عمال يستخبى منهم ويبعد عنهم. لعبوا عليه ان هم يطردوه، هو هيطرد. شئت ام ابيت في واحده بقى وفي 2 جت الكوره ان رضا بقى ورا وامام كمل هاف لعبها له. اما ترد الاخ باهر بان ان المصري فريق عادي. انا بقول لك ان كل فرق الدوري هتبان قدام الاهلي بالامكانيات دي. رضا سليم مش هتلاقي بقى حسين الشحات ولا عبد القادر ولا كل الرقش اللي انا كنت بقول لك عليه. رضا سليم الحته اللي كانت ناقصه في الاهلي وكولر خلاص يعتبر كملها. الاهلي النهارده عم الحاج فريق كامل مكتمل. النهارده ياسر ابراهيم بيغيب، بتحس بفرق ان رامي ربيعه بيلعب، مع ان رامي ده اصلا تحسه انه مدافع بيعمل نصايب وكوارث. ليه؟ الملعب كله شايله، في لعيبه كتيره شايلاه. مع عوده اكرم توفيق كمان في الحته اليمين. الاهلي يا جماعه هياخد افريقيا وحاطط رجل على رجل. ده الفريق الوحيد في القاره اللي كامل متكامل. كل مكان فيه 3 4 وفي كل مكان تحسه في الملعب فيه معلم. لو بصيت من الجون ومحمد عبد المنعم وامام عاشور وديانج ومروان عطيه هتبص تلاقي دلوقتي قدام بقى رضا سليم وبيرسي توبه وبيدوا له بدا يرقص وعمال يشوط ويرقص لي الرقصه البايخه دي. فالموضوع في الاهلي بقى صعب. كل فرق الدوري هتنزل تعجرفها وتعمل راجل وعايز تلاعب الاهلي ند بند وراجل براجل، هيحصل فيك نفس المصري. الكلام ده ما يزعلش. سيبك بقى من اصل مش عارفه هيجرى ايه كل ماتش ملوش ظروف. الفريق الجامد بيكسب يا جماعه. يعني هو ريال مدريد لو لعب النصر للتعدين هنقول كل ماتش له ظروفه. هو الاهلي دلوقتي بيلعب الفرق دي كده، بيلعب الفرقه دي بيمسك كوره عليك هيكسبك. عملت بقى دفعت هاجمت هتنغلب. انزل من بدايه الماتش مرصرص كله قدام الجون زي طارق العشري عشان ما تشيلش النتيجه دي. هتتهان
الاهلي النهارده ما كسبش المصري، اقسم بالله الاهلي هان المصري. علي ماهر كان بيحسب زي الاول وكوره لا مش هتقدر يا عم الحاج. الكوره النهارده فرق امكانيات، الاهلي معاه مدرب وبقى معاه لعيبه، انت متخيل هتقدر عليه ازاي؟ هتكسبه ازاي؟ نقفل بقى الموضوع ده ونخش طبعا بقى في المواضيع البايخه. وامام كان سهران هو وكهربا مش عارفه فين، ومش عارفه اوسيريو طلع قال لماركه الاسبانيه ان في لعيبه بتشاش في الزمالك. يا جماعه احنا في 2024، ما تفكوكوا بقى من الشغل ده بقى. انا ما بشوفش الكلام ده بيحصل في اي دوري في العالم. نطلع نقول اصل كانوا سهرانين، اصل كانوا مش عارفه بيعملوا ايه. انت كده يعني بتضرب استقرار الاهلي ولا بتضرب استقرار الزمالك بالحوارات دي؟ اهم جابوا مثلا الفيديو الترجمه بتاع اوسيريو في للمجله وهو بيتكلم، او الفيديو جابوه الراجل لا ذكر ان في لعيبه بتشيش ولا ذكر ان في لعيبه مش عارفه بتبيع ايه ولا الكلام ده كله. الراجل قال لك ان في بعض اللعيبه عندي مستهتره بتسهر طول الليل على مواقع التواصل الاجتماعي فما بيركزوش، فبان الحال في الزمالك هو كده. لا قال بقى بيشيشهم ولا بيسكرهم ولا الكلام ده. وبعدين يا عم خلي كهربا وامام سهرهم، كهربا وامام تراموا في حته. يا جماعه احنا في 2024، ايه الكلام اللي انا بشوف حاجات اقسم بالله في الكوره هنا في مصر عجب العجب. انا خسرت بطوله ورجعت كهو مثلا امام وكهربا، دول بني ادمين يا جماعه. الناس اللي بتلعب كوره دي بني ادمين، وانت فكرك لما تتفرج عليهم مثلا قدام الشاشه ان دول تنانين مجنحه؟ يا عم الحاج دول بني ادمين لهم حياتهم ولهم عيشتهم اللي هم المفروض اصلا يعيشوها، او دنيتهم اللي هم يعيشوها. بيسهروا بقى بيسكروا، كل واحد لو خلاه في حاله اقسم بالله ما هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنوني في الفيديوهات الجايه.